الكرام، لا غنى لنا كمسلمين وعرب عن هذا البلد. له أهمية محورية استراتيجية لا يمكن تقوم لنا قائمة بدونه. هذا الكلام لازم أن تعرفوه، وأقولها بصريح العبارة اللي ويسمعها إخواني في المملكة العربية السعودية بالذات. والله أنا أعتقد في قرارة نفسي، أنا حب المملكة في قلبي عقيدة من عقيدة ديني، من مقدساتي وقبلتي ومرقد نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد وأقولها هكذا بصريح العبارة أنه لا يكره المملكة ويتمنى لها الضرر إلا إنسان منافق وحاقد، لأن فيها مقدساتنا وهي قبلتنا. لكن إخواني الكرام، لديكم مشكلة في بلاد الحرمين هذه والله ما ننتقدها إخواني إلا حبا لها، وأنتم تضعونها في خانة العداء. بلاد حكامها البوصلة عندهم ضايعة، لا يعرفون العدو من الصديق. علي عبد الله صالح سنين وهم يعرفون أنه إرهابي ومجرم وخسيس، ومع هذا دعمتموه، والآن تعضون أصابع الندم. لكن بعد إيش؟ بعد خراب ملطة، وبعد أن وقع الفاس في الرأس ووقعت عليكم صواريخ سكود. الآن أقولها لكم بصريح العبارة إخواني في المملكة، واسمعوها مننا نحن المساكين الذي على الفطرة. دعوكم من جلالة الملك وفخامة الرئيس والأمير وولي مدري إيش وهذا الخرابيط كلها، خلوه على جنب واسمعوا نداء الفطرة. والله فأقولها أن عدوكم الأول في المنطقة يا بلاد الحرمين هي دولة الإمارات، وأنها السم الزعاف لكم كبلاد حرمين وكمقدسات، وللخليج وللمنطقة هي الخنجر المسموم. يكفيكم أن تعرفوا أن غريمكم علي عبد الله صالح هو حليفها الأول. ستدركون إخواني في المملكة أن قطر ليست عدوة لكم، وأن عدوتكم هي الإمارات، وأن تميم أولى لكم من عيال زايد. وستدركون أيضا أن الإخوان أولى لكم من السيسي. ستفهمون هذا الكلام، لكن بعد متأخرين كالعادة، بعد خراب ملطة وبعد فوات الأوان وبعد أن يقع الفاس في الرأس. يا إخواني الكرام، انتقادنا للمملكة انتقاد المحب، ولا يمكن أن نكون في خانة العداء للمملكة على الإطلاق. لكن انصحوها العلماء، الناس تحركوا، قولوا له يا أخي أنتم في وضع غلط، المملكة لا تؤدي دورها الطبيعي.